أهلا بكم مشاهدينا الكرام، سعيد بلقياكم في نشرة أخبار المغرب، وهذا أبرز عنوانها: انتحار ممثل مغربي مشهور جدا، وهذه التفاصيل. ذكرت مصادر مطلعة أنه تم العثور على الممثل المغربي جاد شكيف الذي توفي يوم الجمعة الماضي مشنوقا بشقته بحي الحرية في مدينة المحمدية. ولم تكشف عائلة الراحل عن السبب الذي أدى لوفاة الممثل المغربي الفرنسي الذي شارك في أعمال مغربية وأخرى أجنبية، فيما أكدت بعض المصادر أن يكون الراحل قد انتحر شنقا بشقته في حي المحمدية، بحيث حل في نفس المدينة قبل عدة أيام قادما من الديار الفرنسية. وشكل خبر وفاة شكيف صدمة لأصدقائه وزملائه في المجال الفني، خاصة أنه اتصل ببعضهم فور وصوله إلى المغرب، وذلك حتى يلتقي بهم، ولكن لم يكن ذلك مقدرا. يقول المخرج المغربي أنور معتصم صديق جاد شكيف مخاطبا روح الفقيد: أخي الزمقري، أنا مثلك أكره هذه الكلمة. لقد حلمنا سويا، ولكن الآن سوف أستمر بالحلم وحيدا لأنك لم تعد موجودا، رحمك الله، فلترقد بسلام. وتوفي الممثل الفرنسي المغربي جاد شكيف 41 عاما يوم الجمعة 19 نوفمبر، يوم الجمعة الماضية، أياما قليلة بعد حلوله بالمغرب قادما من الديار الفرنسي. نشكركم على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله.